لسه الناس هتتجمع. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ مين قاعد معانا؟ على بال الناس ما تدخل نكون احنا ابتدينا واتكلمنا. النهارده معايا ضيفة عزيزة علينا كلنا، وانا عارف ان كلكم بتحبوها. هديها لكم دلوقتي تسلم عليكم مفاجأة. ابتدوا يظهروا ولا لسه؟ يعني بدأوا يظهروا. السلام عليكم حبايب قلبي وحبايب دكتور حسام، منورين الدنيا كلها. ام محمد بتقولك منور يا دكتور. انت اللي منوره يا ام محمد والله. انا عايزه اتكلم بقى معاه النهارده. اكتشفت حاجه جديده غير الروماتويد، طبعا الروماتويد حبيبنا. في حاجه بقى اسمها ايه؟ فيبروميالجيا. زي ما دكتور حسام بيقول كده. تعالوا اعرف منه بقى ايه الموضوع ده، واحنا ليش اشمعنى احنا الستات يعني. حجزت وما جاش رساله يا دكتور. يلا يا عم. ام محمد زعلانه اهي بتقول لك حجزت وما جالهاش رساله. احتفظ بالسكرين شوت. ام محمد تقول لك شيف هاله حبيبه قلبي حبيبتي يا ام محمد والله. منورين الدنيا كلها. ايوه القلوب الحمراء، منين ما بيشوفوني لازم القلوب الحمراء. ايوه زودوها بقى، زودوها زي ما احنا متعودين على طول في اللايف. النهارده انا في عياده مصر الجديده عند دكتور حسام. انا مريضه متعبه ومشاغبه ومسمعش الكلام والله العظيم. دي حاجه، بص انا باشا ده قبل ما اتضرب. انا بعترف على نفسي يعني. وبيكتب لي الادويه لو مشيت عليها شويه خلاص ما بكملش. فبجد والله العظيم انا تعبان معايا سنين يعني. دكتور حسام اخ غالي 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 عندي بجد يعني. عايزين رقم تليفون الحجز. ريهام. ماشي يا ريهام هننزل لك التليفون. قول لنا بقى يا دكتور يلا. الفايبروميالجيا انا اتكلمت عنها كتير. اما بيكون حد عنده توتر شديد، مجهود جامد، بيزعل كتير، مضغوط نفسيا لفتره طويله، يبدا يجيله اوجاع في الجسم كله. الاوجاع دي مش زي اوجاع الروماتويد. اوجاع الروماتويد بتيجي في المفاصل بس. اوجاع الفايبروميالجيا بتيجي في اي حته في الجسم. كل نقطه في الجسم بتوجع. الشيف هاله مش عايزين تقفوا كتير. مش تقفي كتير. احنا معانا ساعتين يوميا هوا. الشيف هاله اي لمسه في جسمها بتوجع، اي لمسه في اي حته في جسمها بتوجع. هي دي علامه الفايبروميالجيا الاساسيه. والنوم مفيش نوم. لا ما بننامش. ما بتنامش خالص. ولما ندي لها حاجه عشان تنام تقول ما انا عندي هوا الصبح مش هعرف انام. عارفه ستات البيوت برضو ادي لهم العلاج اقول لهم لازم تناموا، تقول لي لا انا عندي الصبح مدارس بالزبط. وعندي عيال وعندي بيت، انام ازاي؟ وندخل في المعضله دي. وانا نفس الحكايه. طب بالله عليكم يعني احنا كل يوم هوا مع بعض من بدري، انام ازاي؟ يعني انا لو خدت حاجه تنيم وصحيت لقيت دماغي تقيله ولا كده قولوا لي اعمل ايه؟ الناس بتستنى الغدا عشان تعرف هتطبخ ايه يعني يقولوا لي اقول لكم ايه؟ لا انا نايمه. لا طبعا. فغصب عننا والله يا دكتور. بس اشمعنى الستات بالذات كروماتويد او الفايبروميالجيا؟ الستات مشغلين دماغهم طول الوقت. شغالين دماغهم بالكبيره وبالصغيره. قصدك ايه يعني؟ والله يعني والله بالكبيره وبالصغيره. انا بشوف ستات هنا بتتخانق مع عيالها، تيجي تقول لي ابني اللي عنده ثالثه اعدادي ده مبهدلني، ابني اللي في اولى اعدادي ده مبهدلني. والمذاكره ضغط نفسي رهيب. والامتحانات فتره الامتحانات تلاقي الفايبروميالجيا زايده جدا. وعايزه اقول لك اي فتره مش اللي عندها ولاد صغيره بس، اللي عندها شباب كبار. كل ما بيكبروا بتزيد المشاكل. والله اللي عندهم شباب كبار، اللي عايزه تجوزه واللي عايز يتجوز واحده مش عايزاها وهكذا. طول النهار انا طول النهار اسمع المشاكل دي مع الفايبروميالجيا. غصب عننا. هي بصوا يا جماعه الام يعني. المهم هتلتزمي بالعلاج قدام الناس ولا مش هتلتزمي بالعلاج؟ هلتزم طبعا يا دكتور ان شاء الله. منورين الدنيا وكل سنه وانتم طيبين وكل سنه وحضرتك طيب. ربنا يخليك يا شفاء. اشوفكم على خير. باي باي.